أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ريكا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين 335 نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برن عزیز الدرس مایاش بریاوه دا ام هادی سر بحثی که بچوک بحثی که نو چی نوع بحث ما دبیجه باب النهی عن وصف محاسن المرأة لرجلين بحثا منع کرنا یعنی قدغبونا وصف کرنا جنک جبو میرکه یعنی جنک وصف جنک دبکه شمیر خورا یعنی یانش میر آنش بره خورا یانش زلامک درا یعنی بحثا جنکه بجه وجودا و هولیا و ام بجه لنگه و هولیا و سر پرچه و هولیا حاشا ها ونی بحثا جنکه بکه شمیرکه را إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي أنجش بو محتاجي كي وكا نكاحي وكا مثلا بيجي شوبه كاش كي جرا بنرج بري خورا أنش يعني كره خورا كاش كي بخوزه وجو بيجي والله هوليا يعني بحثوات كي جرا تعريف بك توصيف بك بيجي هوليا يعني يو كاش كوم ديتي هوليا اجبو يعني غرضك وارمانجك هدفك شرعي يا ديني يا مشروع هنگه کرده لبل ويدا يعني ام بيجي جنك جي با چم ملك جي با وصف جنك ده شمالك ده را نكا بك اف حرامه حديثا 1742 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود هكا ناقل كرن خدا جرازي بقوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها بلا جنك ولي خوا تسليم جنك دنك يعني ستارة خوا جرا مثلا ونك يعني بلا خوا تام ولی تسلیم و نکه و هر تشت خواجه را نبیجه هر تشت خوشانی و نده داوه که او جنچه او محرمیت و ستاره و تشت و مثلا لازمه یه غریب نظام به شمیر خورا یاش زلام درا نبیجه هکه ولی تام یعنی خواه تسلیم جنک ده بکه جنک و هاش ستاره خواه نمینه و هاش سر و بر و جلو آیا خواه نمینه جلو خواه نمینه و یه چه بگه محتمله او جنکو ده بچه وصفه و بحثو لاشه و بدنه و شمیر خوارا یا شمیر درا بیجه بلا و چه نکه كأنه ينظر إليها ولي محتمله ولي جرابجه حاجة كأو ميره لدنير ولي بيني بيشتبه يوا ولی جرا تعریف بکه بلا هو چنکه متفق علیه اف حدیث بخاری مسلم هردگاه نقل کرنه باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب بحثا مكروه بونا يعني نباش بونا كو مروف بيجه يا ربي تبوه معفو بك هي تبوه معفو بك ها بلا و نبیشه افتشتک مکروه هل دعای دا بل یجزمو بالطلبی لازم الطلب خدا یعنی دعا خدا ولی افاده قطعی بکار بینه افاده قطعی بین الزمان یعنی بیش یا ربی تمعفو بکن یا ربی گنهم ببخشینه یا ربی رحمه خلم بکن یا ربی بخ جنت خدا نبیش یا ربی هی تبه تمعفو بکن هی تبه به جنت خدا بلا ولی نبیشه اف مکروه دعا کرنه دا حديث 1745 عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة هتنقل كران خد جرازبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دبجة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال لا يقولن أحدكم بلا يكش هوا قطعيا هولي نبجة اللهم اغفر لي إن شئت يا رب هيتا بفي ما ببخشينا اللهم ارحمني إن شئت يا رب هيتا بفي رحم المبكى
بلا نبجه بلا چه بجه بلا لیعزم المسألة بلا خواستنا خوا قطعی بکه و يعني قطعی بخوازه فإنه لا مكره له شخواتی کس نکو خوده يعني جبريل خوده بکه بجه الله دو تعفو بکی بلا او قطعی بخوازه خوده بشخواب کیفا خواهم متفق عليه اف حديثها بخاري ومسلم هر نقل کرنا و في رواية لمسلم روايتك يا امام مسلم دا هولي در باز به ولكن ليعزم لبل بلا قطعي بپیوه بلا قطعي بخوازه وليعظم الرغبة بلا خواستنا خوا دا خوازيان خوا مازن بگیره بلا نه بلا تشت بچوش بخوازه بلا تشت مازن يعني بخوازش خوده فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه خود تعالی یعنی تشتاکو بده چقا مازن به بلا مازن به لوی مازن نایه وقتی که دایه و چقا مازن به بلا مازن به دکاره بده و یه بده بله ام هات حدیث گوهای حدیثا 1746 و عن انس رضی الله عنهش انس هات نقل کردن خود جرازی به قال گوتیا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام هلیگاد اذا دعا احدكم وقت یک شود دعا کردیا فلیعزم المسأله بلا افاده یک ولی قطعی بکار بینه استعمال بکه یعنی دخواز خود قرار به ولا يقولن بلا نبجه هولي ولا هولي نبجه اللهم إن شئت فاعطني يا رب هيتا بذي بدمه فإنه لا مستكره له شخوا خده كيف خواه تكس نقا خده جبري تشتكي بك يعني جبران تشتش خده بسطينه بلا نبجه يا رب هيتا بذي بدمه بلا بجي يا ربي بدمه اش تدخوازم متفق عليه اف حديثها بخاري مسلم هرتكون نقل کرنا باب کراهت قول ما شاء الله و شاء فلان در حق مکروه بونا یعنی نباش بونا گوتنا هکا خوده و فلان کسی بوه هکا خوده و فلان کسی بوه یه هولی چه به افتشت مکروه تشت کریتا لازم موه نبیجه ام گوی حدیث 1747 عن حذیفه بن الیمان رضی الله عنه حذيفة كوري يمان هات نقلتنا خود جرازبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر خود نقل کرده هولی گوته لا تقولوا نبیجن ما شاء الله و شاء فلان هکا خوده و فلان کسی بوه نبیجن هولی ولكن قولوا لبل بیجن ما شاء الله ثم شاء فلان تشتا خوده بوه و پشرا فلان کسی بوه هکا خوده بوه و پشرا فلان کسی بجی بوه يعني يهودي چه هودي چه به بشرا لبله مبجه خوده و فلان کسه اف چنابه اف نجازه رواه ابو داود باسناد صحيح اف حديثه ابو داود نقل كريا بسندك صحيح باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة اف بحث هل در حقیقه داكو مكروه پشتی مو نمجا عشوه کر مو بپیوه پشتی یعنی نمجا عشوه مو کر لازم مو قوی وقت خواه نبورینه مو رازی داقنو شب مو را بطاعت خوده بکه تهجدا مشغول بونا علم بکه و مو نمجا مو صبح نگه تهلوکه دا پشتی نمجا عشوه پیواندن دنیاوی پیواندن بیجه که چه پیواندن جائزن چه نجائزن مکروه والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت يعني وجه امام نووي هن شروفه دكه هن ايضاحات دينا بيجي والمراد به يعني مقصد و سلوحها چيا و يعني سلوه بحثها چيا مراد مقصد و چيا الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت يعني اوش تغالين خيني بشتي نمجا عشوه مباح مو نمجا بشي نمجا عشاء بك اف مكروه بشي نمجا عشاء مو بك يعني تشتا مباح تشتا حلال مباجة خيلي بشي نمجا عشاء او فجا بشي نمجا عشاء مو بك او مكروه شو تشتاكو نه حلال نه مباح تو وقت دا نه حلال و نه مباح فجا مو بشي نمجا عشاء بك فجا هي خراب ترى هي گناه ترى وفعله وتركه سواء يعني تشتا مباح چيا يعني گوتن و نگوتن وک هفبه و وک هفبه وجا و تشته و اشتغالی هولی جی مو پشتی نمیجا عشوه به بشتغله
أو مكروها. فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت لبلي فيجا أو اشتغاليا اش غيري بشتي نمجا عشوائي الوقت دا حرام ينجي مكروه به، فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. وجا قوتنا ببيواندنا واشتغاليا حرام يا مكروه بشتي نمجا عشوائي هي حرام ترى وهي مكروه ترى. وأما الحديث في الخير وجا اشتغاليا خيره چونه اشتغال خير مو بشتغله كمذاكرة العلمي مثلا مو علم بدو بسطينه مذاكرة علم بك، وحكايات الصالحين مو منقبه وحكايات انسان صالح بك يا أولياء يا پیغمبر مو بك، ومكارم الأخلاق مو بحث أخلاق خوش بك، والحديث مع الضيف مو مهوان خرا صحبت بك والاسبحي مناسب بشتغله، ومع طالب الحاجتي ينجي یک محتاج خود به مولاما مراجعت حال خوابه مو پیرا مشغول ببه بشتغله ونحو ذلك وتشتنهولي فلا كراهة فيه أو مكروها بشتي نمجا عشوائي نمكروها بل هو مستحب بالعكس يعني أف مستحبة تشتسبحية جي أف تشتنها. وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه أين هولي وكذا جبو معذرات مو بشتغله يعني جبو مجبوريات مو بشتغله وعارض جبو مثلا تشتك يعني هاد بحوله هاد بميدان مجبر بشتغله لا كراهة فيه وداجي مكروه بين تنينه. وقد تظاهرت الحديث الصحيحة على كل ما ذكرناه در حق و إيضاحات مكريدا در حق و شيروفين مكريدا جلك حديث صحيح هاتنا همي قوة الدن هبوده همي سربو نقطة سكنينه. خوش كبرين عزيز بلال وده بسكنه حتى درس كما ياده بمينون خيرو خشيه دا.